ازيكم عاملين ايه رأيكم النهارده تيجوا نعمل طاجن مكرونه باللحمه زي اللي بناكله في محلات الكشري بالظبط. طبعا مفيش حد فينا ما بيحبوش. تعالوا اقول لكم على طريقه سهله قوي نعملها بيه. اول حاجه هنكون مجهزين بصل، دول حوالي بصلتين كبار، ومعاهم 2 طماطم مقطعين كده مكعبات. ضربتهم في الكبه فرمتهم خالص. بعد كده هم جهزتهم خلاص كده بقوا جاهزين. هركنهم على جنب دلوقتي. بعد كده هروح جايبه الطاسه بتاعتي او الحله، اي حاجه براحتكم، ونحط فيها اللحمه المفرومه. أنا هنا اللحمه كانت مجمده معايا وسبتها فكيتها على النار لحد ما لونها اتغير خالص. هنزل عليها بخليط البصل والطماطم اللي انا فرمتهم مع بعض. بعد كده نحط فص ثوم كبير مفروم، ونص مكعب من مرقه الدجاج، نص مكعب، وعليها بهارات لحمه وفلفل اسود والملح بتاعنا، ونقلبها كويس قوي ونسيبها تستوي. يلا بقى نجهز الصلصه بتاعه الطاجن. هي هتبقى قريبه من صلصه الكشري جدا. هنحط زيت ونحط عليه توم لحد ما يغير لونه، ننزل عليه بشويه خل، بعد كده بعصير طماطم فرمنها في الخلاط عادي، ونحط عليها نص المكعب التاني من المرقه، وبعد كده الكمون وفلفل اسود والملح بتاعنا، وهنحط معلقه من معجون الطماطم ونص معلقه من السكر، ونسيبها بقى تستوي براحتها. اهم حاجه تبقى خفيفه، مش عايزينها تقيله. كده خلاص بقت جاهزه هي معايا. ودي الطواجن اللي انا هستخدمها. احط الاول لحمه مفرومه تحت واضغط عليها كويس قوي. طبعا لو عندكم الحله اللي هي الالومنيا اللي بيستخدموها في محلات الكشري اللي بيبقى ليها الغطا بتاعها المحكم، دي برضو هتبقى كويسه. ما عندكوش دي بتقضي الغرض وكويسه جدا. كده خلاص انا حطيت الاول اللحمه المفرومه بتاعتي وضغطت عليها كويس قوي. بعد كده هنزل بالمكرونه. يعني طبعا هنا استخدمت مكرونه اقلام. هنزل بالمكرونه نيه. اهم حاجه ما تنسوش ما تحطوش كميه كبيره، سيبوا حوالي نص سنتي من الطاجن فوق يكون فاضي، علشان المكرونه بعد ما تستوي طبعا حجمها بيزيد. كده خلاص حطيت المكرونه وهي نيه، وهنزل عليها بصلصه اللي احنا عملناها. هي استوت وكانت حلوه، بس انا حسيت ان الصلصه كانت تقيله شويه، يعني كان ممكن تخف عن كده كمان. يعني انتوا لو حسيتوا بعد ما خلصتوا ان هي كانت تقيله، زودوها شويه ميه سخنه. وخلاص كده بقت جاهزه. حطيت بقى الصلصه من فوق. كده تمام بقت جاهزه معايا الطواجن. هقفلها بقى كويس قوي بورق فويل، وتدخل على فرن سخن على درجه حراره 180. هتاخد معاكوا حوالي ساعه الا ربع، من ساعه الا ربع لساعه على حسب نوع المكرونه. بس كده. بعد كده اول ما تطلعوها بعد الساعه الا ربع، افتحوا جزء كده من الورق الفويل ودوقوا مكرونايه من فوق. لقيتوها استوت يبقى كده باقي الطاجن طبعا استوى. الطواجن بقت جاهزه تدخل الفرن. كده بعد ما عدى معايا حوالي ساعه الا ربع طلعت مكرونايه منه، لقيتها فعلا استوت. بس كده خلاص هفتح بقى الطاجن خالص، نجيب طبق ونقلب بقى الطاجن. شكله يجنن بجد. لازم تجربوا الطاجن بالطريقه دي. بصوا طريقه سهله قوي ما فيهاش اي افتكاسات، حاجات بسيطه قوي بتودي الطعم في حته تانية. ممكن بقى تعملوا جنبها شطه زيت، تعملوا جنبها الدقه، براحتكم حسب كل واحد ما بيحب. وبجد بيطلع جامد قوي، واكله سهله وطعمها خطير جدا. لازم تجربوها وتقولولي ايه رايكم في الكومنتات. ومفيش اسهل من كده طاجن زي بتاع محلات الكشري بالظبط. هستنى رايكم. يلا باي باي.